وبعد بقى ما عملنا الزيتون والبصل والفلفل والحبشتكنات دي كلها وخللناها وطلعت زي الزبدة، يلا بينا نعمل الليمون المخلل. مش هياخد 10 ايام معاكي وهتاكليه. وبصي، احلى ليمون مخلل. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة بتاعته ولا ريحته؟ هوبا، بصوا الليمونة من حلاوتها وقعت. بصوا، يعني ده بقى عاوز له كده شوية ملوخية ويا سلام. يلا بقى بينا نخش على الطريقة بسرعة. هنجيب الليمون. يستحسن ان احنا نجيب ليمون كبير علشان نلاقي فيه مية، وهنبتدي نفتحه كده هو زي ما انتوا شايفين علامة زائد، علشان خاطر هنسلقه. هتسلقي الليمون؟ هسلقه علشان ما ياخدش معايا سوا كتير. دلوقتي نحضر الخلطة. عندي جزر، وعندي هريسة شطة حمراء، ودي اختياري بس هي بتبقى حلوة الهريسة الحمراء دي في المخللات. هي والجزر، خلينا متفقين، الجزر، الهريسة الشطة الحمراء، حبة البركة، العصفر، دول لا غنى عنهم في اي مخلل. ادي حبة البركة، وهحط كمان العصفر بتاعي. بعد كده هجيب ملح، والكمية بتاعتي دي ما كانتش كبيرة قوي، فتقريبا كده هنحط لها حوالي 4 أو 5 معالق ملح على قد الكمية بتاعتي. ماشي. هنا انا بفضي بقى العصفر بقى اللي عندي كده كله، علشان خاطر انا بحب اللون بتاع المخلل يبقى احمر كده وجميل. ادي شوية الملح اللي انا قلت لكم عليه، وهبتدي اقلب الكلام ده كله. وبعد كده هسيبه بقى على جنب، ونروح للحلة اللي احنا سايبينها بتغلي على النار، وهناخد الليمون بتاعنا هننزله فيها. هنسيب الليمون ده يا جماعة تقريبا دقيقتين بيغلي، او دقيقتين ل3 دقايق يغلي فيها. وبعد كده هنطلعه. دلوقتي انا بقلب بقى الخلطة بتاعتي بعد ما طلعت الليمون وسبته يبرد خالص عشان اعرف احشيه بالخلطة دي. احنا ممكن نروح رشين الخلطة دي على الليمون من غير ما نحشيه كده ونقلبه كله ونحطه في البرطمان، هينفع برضو. بس الطريقة دي برضو حلوة جدا. يعني المستعجل يعمل الطريقة التانية، حط كله على بعضه وقلبه. هبتدي احشيهم كده كلهم. هكون عندي بقى شوية فلفل حراقين كده زي العسل، علشان ايه نخلل بقى مع بعض. وطبعا هنا شكله بعد ما كله حشيته خلاص. هجيب بقى برطمان نضيف، هبتدي بقى احط شوية فلفل، واحط شويه ليمون، شويه فلفل وشويه ليمون. انا عندي بقى هنا شويه خلطه فضلوا، فهبتدي ان انا ارشهم كده اهو. ماشي. اهو انا بظبط بقى كده الليمون، عايزه اعمل له شكل، يعني في الاخر زهقت قمت حادفه كله على بعض. بس هنبتدي نحط الليمون بتاعنا زي ما انتوا شايفين، هنرصه كده، وحبة فلفل وحبة ليمون وشوية خلطة، وهكذا لحد ما البرطمان بتاعي يخلص. بصوا يا جماعة، احنا ممكن بعد ما نخلص كده ندوب حوالي نص معلقة سكر في المية اللي هنحطها عليه، لان خلينا متفقين ان السكر مادة حافظة لأي مخلل بتحافظ عليه. تمام. بعد كده انا خلصت خلاص كده بقى كله، حطيت الليمون والخلطة والفلفل اهو، فاض حبة خلطة حطيتها على الوش علشان تاخد بقى كده من فوق لتحت بقى، تخليلي كله كده زي الفل. المهم وابتديت كده اكبسه بمعنى اصح، او ازق كده لجوه علشان يبقى حلو. المية بقى بتاعت تخليل الليمون دي هروح حطاها عليه، هنخللها بيه. حد هيقول لي هيمرر ازاي وبتاع؟ لا خالص. المية بتاعت تخليل الليمون دي انا بعمل بيها حاجات تانية كتير، خلوا بالكم ما بتبقى عندي كتير فايدة كتير قوي. انا بحط منها في الصابون بتاع المواعين، بحط منها في الغسيل، يعني حاجة كده تحفة يعني. اهو ابتديت بقى ان انا اعبي البرطمان بتاعي بالمية بتاعت الليمون، مية السلق بقى دي. هبتدي اعبي كده زي ما انتوا شايفين لحد يعني اخر حبة كده، بس اسيب فيه شوية عشان اقدر احط زيت. بس انا هنا حطيت لحد الاخر، فهحط حبة زيت صغيرين قوي لان كان البرطمان هينزل كتير قوي. ماشي. وبعد ما خلصت بقى كده هجيب، يعني انا هنا ظبطته كده شوية ورجعت احط حبة زيت كمان. قلت لا لازم، يعني حتى لو خر مني او نزل مني الزيادة مش هتفرق. بس وبعد كده قفلته. على فكرة انا حطيت له شوية ملح على الوش، بس تقريبا ما نسيتها او ما طلعتش في المونتاج. بس حطوا شوية ملح كمان على الوش بس. وده شكله وخلاص خلصنا. احلى مخلل ممكن تاكلوه.
هتسيبيه بقى لمدة 10 ايام، وهتاكلي بقى الليمون الزبدة بقى بمعنى اصح. يلا ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عايزين اي مخلل او اي حاجة اكتبولي، انا بعمل اختراعات في المخلل.